بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. تعد إجابة النهاردة يوم الجمعة إن شاء الله، في شوال. طبعا يوم الجمعة ده له فضل عظيم وكرم كبير عند ربنا، عيد في السماء وعيد في الأرض. إجابة الدعاء يوم الجمعة من الخصائص التي أودعها الله سبحانه وتعالى هذا اليوم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه عليه طيب عليه وفيه فقبض وفيه تقوم الساعة، من على الأرض من دابة إلا وهي تسبح يوم الجمعة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. فقال ابن كعب: ذلك يوم في كل سنة، فقلت: بل هي في كل جمعة. وفي التقرير مفاتيح إجابة يوم الجمعة. مفاتيح إجابة يوم الجمعة إن شاء الله هنقولها مع بعض. يقول الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي في بيانه مفاتيح إجابة الدعاء يوم الجمعة: إن هناك سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الاستجابة، وسميت كذلك لأنها بها يستجاب الدعاء كأنه البرق، وهو سورة الأنبياء. هي سورة الأنبياء، لافتا أن سورة الأنبياء هي السورة التي يلجأ إليها الإنسان حين تغلق الأبواب، لأنها السورة الوحيدة التي ورد فيها فاستجبنا له أكثر من مرة. فسورة النساء الأنبياء فاستجبنا له أكثر من مرة، وهذا اللفظ لم يرد في موضع آخر من القرآن مثلما ورد في هذه السورة. وأشار الداعية الإسلامي خلال برنامج إني قريب المذاع على قناة فضائية النهار أن سورة الأنبياء بها 4 مفاتيح لكل المشاكل التي تنغص عليها الإنسان حياته، وهي: الأول يسمى مفتاح سيدنا نوح للقرب. هنقول كملوا مع بعض. الأول يسمى مفتاح سيدنا نوح للقرب، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم. المفتاح الثاني المفتاح الأيوبي للمرض الشديد، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الآية 83: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المفتاح الثالث المفتاح اليونسي، طبعا الأيوبي نسبة إلى سيدنا أيوب. مفتاح الأولاني نوح لسيدنا نوح. المفتاح الثالث اليونسي للغم والهم والحزن، فاستجبنا له ونجيناه من الهم ومن الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا المفتاح الرابع معانا سيدنا زكريا للذرية والأمل والرجاء والطلب والأمنية، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سيدنا زكريا كان طلب ذرية فربنا آتاه. وطبعا دي 4 مفاتيح معانا للدعاء. ربنا اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا في تجديد في هذا الدعاء، لأن هذا الكلام لكل من قرأ هذه السورة وليس للأنبياء فقط، والدليل على ذلك أن الجواب جاء فيها في موضعين: 2، الأول رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، والثاني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي على كل من يعرف أن يقرأ القرآن قراءة سورة الأنبياء. في هنا دعاء لقضاء الحاجة في دقائق، من الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في الدعاء اللي هو لقضاء الحاجة في يوم الجمعة أو في أي وقت تاني، لو انت هتصلي ركعتين لقضاء الجمعة أو لقضاء الدعاء قصدي يوم الجمعة. بسم الله. هنقول مع بعض: لا إله إلا الله
الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ده تالت دعاء. اللهم إني أسألك وأتوجه إليه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني توجهت بك ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم شفعه في 4. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من النار. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. اللهم إني أعوذ بك من الضلال أو أكون ممن يضل خلقك، ارزقني الهداية للصواب والرشاد، وسهل لي طريقي. اللهم يا رحمن يا رحيم، وفقني في كل أمري وأصلح لي حالي. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري كله إليك، وفوضت أمري كله إليك، وفقني وارزقني النجاح في كل أمري. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وارزقني مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم سخر لي رزقي، وعصمني من الحرث والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق. اللهم يسر لي رزقا حلالا وعجل لي به يا نعم المجيب. اللهم أجب دعاءنا، اللهم اغفر لي ذنوبنا. اللهم استجاب لي 4 مفاتيح بنات أو يا أخواتي اللي بتشاهدوني، 4 مفاتيح يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة لفضل عظيم، عيد في السماء وعيد في الأرض. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى اللي تشوف القناة تعمل لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.